السلام عليك يا صاحبي. اجتمع وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أسباط يوما، فقال سفيان الثوري: قد كنت أكره موت الفجأة قبل اليوم، أما اليوم فوددت لو أني ميت. فقال له يوسف ابن أسباط: ولم؟ فقال سفيان: لما أتخوف من الفتنة. فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء. فقال له سفيان: ولم تكره الموت؟ فقال: لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صالحا. ثم قال لوهيب: أي شيء تقول أنت؟ فقال: أنا لا أختار شيئا، ما اختاره الله لي كان أحب إلي. يا لإيمان الأوائل يا صاحبي. فأما سفيان فالموت أحب إليه من الفتنة في الدين، فإن لم يعش معافا في عقيدته فقبر يضمه. تخيل هذا الحرص العجيب على الخروج فائزا من الدنيا. إنه لا يحفل كم يعيش، وإنما كيف. يا صاحبي، بطولة نوح عليه السلام ليست في السنوات التي عاشها، وإنما في الطريقة التي عاش بها تلك السنوات. تخيل هذه العظمة، زهاء 1000 سنة يمشي فيها ثابتا إلى الله، على أن سعد بن معاذ لم يعش إلا 36 سنة، اهتز لموته عرش الرحمن، وشيعه 70,000 ملك. لا يهم أن يكون العمر طويلا أم قصيرا يا صاحبي، المهم أن يكون حافلا بالسير إلى الله. والآن دعك من سفيان الثوري وتعال معي إلى يوسف بن أسباط. إن له وجهة نظر أخرى. إنه يريد أن يعيش ليعبد الله أكثر، ويتوب أكثر، ويتقرب من الله أكثر. وإن عمر المؤمن لا يزيده من الله إلا قربا. ولست أناقض كلامي الأول هنا، على العكس تماما. لا، لو تأملت كلامي جيدا لوجدت أني أجمع بين الفكرتين: فكرة أن يعمل الإنسان كأنه سيموت غدا، وفكرة أنه يريد أن يعيش أكثر ليرتقي في الإيمان أكثر. أما بلغك أن أخوين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما بين يديه، وكان أحدهما مجتهدا في العبادة أكثر من أخيه، وأنه استشهد ذات غزوة، ثم إن الآخر مات بعد مدة، فكأن الناس تحدثوا عن الأول قد سبق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكن الآخر يصلي وأدرك رمضان؟ فما أدراكم ما بلغت به صلاته وصيامه. والآن يا صاحبي، دعك من الثوري ويوسف، وألق رحلك عند وهيب بن الورد، فقد كان في هذه الحادثة أفقه الثلاثة. ذاك رجل بلغ من أدب العبد مع ربه أن أسلمه زمام أمره، فما اختاره الله له كان أحب إليه. يا صاحبي، كلنا في هذه الحياة نريد أشياء، ولكل منا أمنيات يطلبها من الله بحرارة، ولا بأس في أن يتمنى العبد. ومن تمام العبادة أن يلتجئ المؤمن إلى الله بالدعاء، يسأل الله القليل والكثير، ولكن لن يصل الإنسان إلى تمام العبودية حتى يعلم أن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه. يا صاحبي، ما منا من أحد إلا وألح على الله يوما بطلب، رأى أن حياته ستصير جحيما إن لم يأخذ، ثم إن الله منعه منه فلم يعطه سؤاله، ثم دارت الأيام ليكتشف أن الخير كل الخير في ألا يعطاه. يا صاحبي، إن في المنع عطاء لا يدرك إلا مع الوقت، وفي عدم إجابة الدعاء حماية لن تكتشفها إلا إذا دارت الأيام بك. فأسلم حطام نفسك لربك، وقل له: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، والسلام لقلبك. السلام عليك يا صاحبي. السلام على قلبك من أن يكسر، فإن كسر القلب موجع والله، وإن لم يحدث صوتا. وأشد ما في كسر القلب أعاذك الله منه ألا جبيرة له. ستبقى دوما تتحسس هذا الشرخ الذي حدث، مهما تظاهرت أن هذه الفجوة قد التأمت. السلام على قلبك من دنيا ليس لها أمان، ولا يعرف المرء فيها من أي جهة تأتيه الصفعة، ولا من أي يد تأتيه الطعنة. والسلام على قلبك من تقلب الأيام على غير الوجهة التي تحب. السلام على قلبك من الهجران بعد الوصل فإنه موجع، ومن النأي بعد الوصل فإنه أليم، ومن الوحشة بعد الأنس فإنها ذميمة. السلام على قلبك ليبقى نقيا كأول لحظة خلقه الله بها،
أبيض يسر الناظرين ويسرك أنت. لا شيء أسعد من أن ينظر المرء إلى قلبه فيجده خاليا من الحقد والحسد والكراهية ورغبة الانتقام والتشفي. السلام على روحك لتبقى علوية تحن إلى خالقها ولا تتمرغ بلوثة الطين الأرضي. السلام على ضميرك ليبقى يقظا منتبها كي لا يؤذي أحدا بكلمة ولا يرميه حتى بوردة. السلام على فطرتك لتبقى سليمة ترى الحق حقا وتتبعه وترى الباطل باطلا فتجتنبه. أشد عقوبة يرمى بها المرء يا صاحبي هي فساد فطرته، أن يستميت في الدفاع عن باطل وهو يحسبه حقا، وأن يستميت في محاربة حق وهو يحسبه باطلا. وإني أعيذك من قول ربك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام على إيمانك ليبقى غصنا طريا كأول مرة لامست بشاشته لا إله إلا الله، فلا تهتك عرضا ولا تفضح سرا ولا تحقر ذنبا مهما كان. والسلام لقلبك. السلام عليك يا صاحبي. تسألني لماذا تتغير ردات أفعالنا على حدث واحد رغم أن الحدث هو نفسه، فهل نحن تغيرنا؟ فأقول لك أجيبك مباشرة أم أضرب لك مثلا أولا؟ وكعادتك تسرج لي صهوة الكلام وتشير بيدك بما يوحي أن اضرب مثلا أولا. حسنا يا صاحبي. اصطحب الأب ابنه معه لزيارة صديق له، وكان طريقهما من السوق، فسمع رجلا ينادي على جمل يريد أن يبيعه بدرهم، فقال الابن لأبيه يا أبت اشتري لنا جملا، فقال الأب بدرهم إنه غال. وبعد سنة تكرر هذا الموقف بحذافيره. مر بالسوق وكان رجل ينادي على جمل يريد أن يبيعه ب100 درهم، فتقدم الأب من البائع وناوله 100 درهم وأخذ الجمل ومضى. قال الابن لأبيه والدهشة على محياه يا أبتي في العام الماضي طلبت منك أن تشتري جملا فقلت لي إنه غال وقد كان ثمنه درهما، واليوم دفعت ثمنه 100 درهم. ابتسم الأب وقال لابنه يا بني إن كل ثمن مهما كان قليلا هو كثير على من لا يملك، وكل ثمن مهما كان كثيرا هو قليل على من يملك. في العام الماضي لم يكن معي درهم، ولو باعوني الأرض كلها بدرهم لوجدتها باهظة الثمن لأني لا أملكه. أما هذا العام فقد فتح الله علينا، وال100 درهم عندي أقل من الدرهم الذي لم يكن معي العام الماضي. أظن أن الصورة صارت واضحة الآن، وأن ما أريد قوله قد صار جليا. المواقف هي ذاتها يا صاحبي، ولكنها حين تمر بنا لا نكون نحن ذاتنا كل مرة. لهذا بالضبط تختلف ردات أفعالنا. تمر بالإنسان لحظات يستطيع فيها أن يحمل جبال الدنيا كلها، ثم تمر به لحظة أخرى لا يستطيع فيها أن يحمل حجرا واحدا، وتمر بالإنسان لحظات لا تهزه فيها رياح العالم كله مهما كانت عاصفة، ثم تمر به لحظة أخرى تطرحه أرضا نسمة خفيفة. يا صاحبي نحن أحيانا نتلقى طعنة بثبات، ولكننا ننهار أمام خذلان صغير، ذاك أن الروح تكون جاثية على ركبتيها مهما بدا الجسد منتصبا للناس. يا صاحبي نحن لا ننهار مرة واحدة، ولكنها تراكمات. انظر للأشجار الضخمة حين يحاولون اجتثاثها، ضربة، 10 ضربات، 20 ضربة، ثم أخيرا تنهار وتقع على الأرض من ضربة أخيرة لم تكن أقوى من سابقاتها. كل ما في الأمر أن الضربات السابقة قد أدمتها، أما الضربة الأخيرة فكشفت حجم الضرر السابق. وهكذا نحن. والسلام لقلبك. السلام عليك يا صاحبي. كان الوزير بن الزيات قاسيا غليظا، وكان يقول ما رحمت أحدا قط، لأن الرحمة خور في الطبع. ثم دار الزمان وانقلبت الأدوار ودخل السجن، فوضعه أعداؤه في قفص ضيق في جوانبه مسامير، فكان كلما تحرك انغرست في جسده فيصيح ارحموني ارحموني، فيقول له سجانه الرحمة خور في الطبع. يا صاحبي هذه سنة الله في الكون،
كل إنسان سيشرب من الكأس الذي سقى بها الناس. أن الظالم سيبتلى بمن هو أظلم منه، والقاسي سيبتلى بمن هو أقسى منه، والضد صحيح، والعكس مشاهد عيانا. من لان للناس ألان الله له قلوب الناس، ومن جبر ألان الله له قلوب الناس، ومن جبر جبر، ومن مشى في حاجة الناس قيد الله له من يمشي في حاجته. يا صاحبي، أنت في يومك هذا إنما تختار شكل أيامك القادمة. أتعرف لماذا يأمل الشهيد فتنة القبر؟ هذا لأنه عاش من قبل فتنة السيف، والله أرحم من أن يجمع عليه الفتنتين. وما امتدت يد إخوة يوسف عليه تسأله الصدقة إلا لأنهما قبضت ثمنه من قبل، وما أصيبت زليخة بالعمى إلا لأنها حرمت يوسف عليه السلام النظر في الفضاء الرحب. وأن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، فلأنه ألقي في النار عريانا كما يقول ابن حجر. وما تجاوز الله عن عبده الغني يوم القيامة الذي يأتيه وليست له حسنة غير تجاوزه عن الناس، إلا لأن الجزاء من جنس العمل. يا صاحبي، أنت اليوم زارع وغدا حاصد، فأحسن غراسك لتسعد بحصادك. ومن عدل الله أن أغلب الغراس يحصد في الدنيا، ولكنه سبحانه قد يؤجل لحكمته بعض الحصاد للآخرة. فإن فاتك هنا حصاد كل خير زرعته، فثق أنه لن يفوتك في الآخرة. والسلام لقلبك. السلام عليك يا صاحبي. بقي الأحنف بن قيس يصوم تطوعا حتى بلغ من العمر عتيا، فقيل له ذات يوم: إنك كبير والصوم يتعبك. فقال: إني أعده لسفر طويل يا صاحبي، فتأملها. ولست أريد أن أخفيك مع أن من أخافك ولست أريد أن أخيفك مع أن من أخافك فقد أمنك، ومن أمنك فقد أخافك، ولكني أناديك: الزاد الزاد. ما بعد الحياة سفر إلى الله يا صاحبي، والدنيا موضع التزود، فتزود. وكلما صعب عليك الأمر تعز بالجنة. يا صاحبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعزي أصحابه بالجنة دائما. تقطع ذراع جعفر بن أبي طالب فيخبرهم أن الله قد أبدله بهما جناحين في الجنة، ويرى الصحابة مناديل حرير لملوك فارس يعجبون به، فيخبرهم أن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أجمل منها، ويموت لأحدهم ولد صغير فيخبره أنه في كفالة إبراهيم عليه السلام وسارة، ويموت عبد الله بن حزام فيبكيه جابر ابنه فيخبره أن الله أحيا أباه وكلمه كفاحا وقال له: عبدي تمنى. ويمر على آل ياسر في العذاب فيقول معزيا: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. الجنة عزاء عن كل مشقة يا صاحبي، فتعزى. يا صاحبي، هذه الدنيا ستنقضي بحلوها ومرها. جوع الصيام وعطشه سينقضي ويثبت الأجر، وتعب القيام سيزول وتبقى الحسنات، والممشى إلى المسجد سينسى أما الأجر فيذكر. فتذكر لحظة دخول الجنة يهون عليك كل شيء. والسلام لقلبك.